هزيناها للطبيب رئيس قسم في الرازي وقاعدة تتباشر فيها. اللي يشكك في كلامنا واللي يقول احنا حبينا نظهروا الشهادة الطبية هذه باش نبرروا أفعال بنتنا، أنا نقول لهم المعهد متاعها ما زالت شهادها الطبية في المعهد، ربي شاهد علينا قبل كل شيء. أنا كان جيت نعرف بنتي عملت الأعمال هذه وهي سليمة، مداركها العقلية سليمة وهي متوازنة نفسانيا، ما كنتش نقبلها في الدار وما كنتش نغفر لها اللي عملته، خاطر احنا عائلة محافظة برشا وعائلة، واللي يعرفني واللي يعرف عائلتنا يعرف لي احنا ناس حجينا بيت الله، ناس نخافوا ربي برشا. هي أمينة تخاف برشا، أمينة أنا نعرفها واللي يعرفها يعرفوها تخاف برشا، معناه توصل تمشي للسلفيين، معناه تمشي القروان وتكتب على حيط اللي الحاجة غير معقولة بالكل، معناها ظاهرة الحكاية ظاهرة، فما أحزاب معناها فما ناس قاعدين يوظفوا في الحكاية سياسيا، حبوا يضربوا عصفورين بحجر، بعثينهم لها القروان يتخلصوا منها ويضربوا بها الناس هذوما. نقول لهم خافوا ربي. أنا ممكن قانون الأرض، ممكن الأمن والشرطة، ما عنديش عليكم أدلة، أما نشكيكم من رب العالمين، إن شاء الله ياخذ حق بنتي وحقنا احنا كعائلة منكم. ممكن الأمن باش يظهر حق بنتي، ممكن الأمن يولي أرحم من الأطراف اللي كانت تستغل فيها. أي إنسان واعي ويخاف ربي تظهر له اللي هي طفلة ما هيش سوية نفسانيا، تظهر له اللي هي مريضة، والمريض معليش حرج، راهو المريض ما هوش مسؤول على أعماله. أنا نطالبكم باش ترحموها وتكونوا معاها وتقفوا وتشوفوا الأطراف اللي تسير فيها، ما تحاكموش أمينة، حاكموا الأطراف اللي قاعدة تسير فيها واللي قاعدة تأثر عليها تخلي فيها تعمل في أعمال كيف هكا. وأنا صابرة، نقول له يا سي سمير هذا ابتلاء من عند ربي، أنا صابرت له وإن شاء الله ربي إن شاء الله فرج ربي قريب إن شاء الله. أنا ابتلاء من عند ربي يا سي سمير. المفروض أنت كمسلم تقول الطفلة هذه شنو حكايتها، شنو واحد، شنو أصلها، شنو هي الدوافع اللي خليتها تعمل. طفلة في 18 سنة تفهم في الأمور السياسية باش تقول هكا.